بسم الله الرحمن الرحيم. في مباراة ودية أشبه بالتقسيمة، مصر تفوز على بوركينا فاسو 2-0. المثل بيقول إن سرقت تسرق جمل وإن عشقت تعشق قمر، وإحنا ماشيين بعكس المثل خالص. وبين الأردن وليبيا وبوركينا لا أنا لاقي جمل ولا أنا شايف قمر، والتلاتة مع احترامي الشديد ليهم فهم في الكورة أقل مننا بكتير، وأقل من نيجيريا اللي بنستعد ليها، وهم استفادوا مننا أكتر ما استفادنا احنا. وعلى رأي معلقنا محمد عفيفي، بقى ده اسمه كلام يا راجل؟ بقى ده اسمه كلام؟ ده مش تقليل من شأنهم ولا تعالي عليهم، بس هي درجات، واحنا في ناس أحسن وأعلى مننا، دول اللي نجري وراهم ونلعب معاهم علشان مستوانا يرتقي بمستواهم الأعلى مننا. وفي ناس أقل مننا، دول ما نلعبش معاهم إلا لو هم اللي طلبونا وهنستفيد من المباراة ماديا. مع العلم إن النهاردة في مكسب كبير لمنتخب مصر، أتمنى إنهم يطبقوه قدام نيجيريا أو في أي مباراة وتبقى سمة من سمات المنتخب المصري. هو إن مصر فضلت ضغط المنتخب البوركيني وبتسعى لزيادة الأهداف لحد آخر دقيقة، ودي نقطة مهمة جدا ومكسب كبير، ودي مبادئ الكبار. بس للأسف ده عندنا اسمه مبدأ ودي مش رسمي، يعني ما بنعملش بيه إلا في المباريات الودية بس ومع المنتخبات الضعيفة بس، لكن في المباريات الرسمية تلاقي الحذر والحرص والرهبة وكل مسميات الخوف متملكة في اللاعب المصري. لياقة ومهارة اللاعب المصري هي على أعلى مستوى، لكن هو لاعب مزاج، لو مطمئن ومرتاح بيلعب وبيدي، ولو خايف بيرتبك وإنتاجه بيقل. اللاعب المصري محتاج شغل نفسي ورفع مستوى الثقافة عنده أكتر من الفني والبدني. نرجو من اتحاد الكرة إنه يدرس الأمور أكتر من كده، ويراعي إن اسم مصر كان كبير في كرة القدم، عاوزينه يرجع زي الأول وأحسن، مش بالوديات مع ليبيا وبوركينا والأردن. ومحدش يزعل مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.